باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحنا بنختم سلسلة الضعف والقوة وقفت على الآية اللي قالها القديس بولس، بيقول فيها: حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. انا شايف ان دي للانسان الطبيعي فزورة. يعني ايه؟ ازاي اكون وانا في الضعف اكون انسان قوي؟ ده معناها بعد احنا ما بنشوفهوش او مش فاهمينه قوي. البعد ده ان الانسان الروحي مقاييسه مقاييس غير الانسان العادي اللي عايش في العالم. فبولس الرسول اجيب الايه من الاول بيقول: انا بفرح قوي بالضعفات، بفرح قوي بالشتايم، بفرح قوي بالاضطهادات، بفرح قوي بالضيقات، بفرح قوي حتى الامور الضروريه لما عوزها ما لقاهاش. ليه بقى؟ في حد يفرح بالكلام ده؟ في حد يفرح بالضعف؟ لان انا لما بكون ضعيف بشوف قوة ربنا اكتر. زي مرة احد الاباء قال لي ممكن الانسان اللي عنده فلوس كتير ما يحسش انه محتاج ربنا، لكن الانسان اللي معهوش بيحس انه محتاج ربنا كل يوم وبيشوف ربنا كل يوم. فلو انا خيروني بان انا اكون فقير واشوف ربنا افضل ما اكون غني وما اشوفش ربنا. مش بالضرورة يعني المثل ده نعممه، لكن هو تقريبا بنحاول نشرح بيه الحقيقة ان القديس بولس شاف ان الانسان لما يكون في حالة ضعف بيشوف ربنا اكتر. بولس ده كان مسجون مرة واتنين، لكن جوه السجن كان مرفوع بفرح لدرجة ان في رسالته لفيليبي اللي هي بنسميها رسالة الفرح كتبها وهو جوه السجن. بولس الرسول في حالة من حالات الضعف، لكن كان وهو في سجنه بيدي قوة لكل تلاميذه ولكل المسيحيين لما شافوا قد ايه المسيح رفعه فوق الضعف البشري ومديله فرح وسلام. احنا كده نحط ضعفتنا تحت رجلين المسيح يدينا قوته، مش قوتي انا، هتبقى قوته هو اللي انا عايش بيها في الحياة. علشان كده مش مهم الحياة حطتنا في اي موقف او انا قدراتي شكلها ايه، الاهم ان انا اشوف قدرة الهي شكلها ايه.